مين ده اللي حزم فؤاد النبي لما قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد؟ ومين ده اللي أشفى قلوب المسلمين لما قتل مسيلمة الكذاب؟ وحش بن حرب كان غلام لواحد اسمه جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم ده عمه مات في غزوة بدر على ايد حمزة بن عبد المطلب، فكان عايز ينتقم منه بأي شكل، وللأسف جات له الفرصة في غزوة أحد. فراح عمل مع وحش بن حرب اللي هو الغلام بتاعه اتفاق وقال له: مش انت عايز تبقى حر وتبطل تبقى عبد؟ فقال له اكيد. قال له: طب انا ممكن اعمل لك كده. فقال له: ازاي يعني؟ قال له: لو قتلت حمزة بن عبد المطلب هخليك من الاحرار. فقال له وحشي: وانا ايه اللي يضمن لي ان انت تعمل كده؟ ما انا ممكن اقتله وتضحك عليا ولا ابقى من الاحرار ولا بتاع. فقال له: هشهد الناس كلها على الكلام ده. وبالفعل ده اللي حصل. بس السؤال هنا هو ايه اللي خلى اصلا جبير بن مطعم يختار وحش بن حرب بالذات؟ الإجابة بسيطة جدا: عشان كان وحش بن حرب من الحبشة، وكان أهل الحبشة شاطرين في الرماية قوي، فكان وحش بن حرب أنسب اختيار إن هو يقتل حمزة بن عبد المطلب. وبالفعل لما جت غزوة أحد كان وحش عايز بس حمزة بس، يعني هو مش جاي عشان يقاتل، لأ هو جاي عشان يقتله ويمشي. وبالفعل ده اللي حصل. وعلشان تلاقي حمزة كان الموضوع سهل ساعتها، لأن حمزة كان من الشجعان اللي بيحطوا على راسهم ريشة عشان يبانوا في المعارك، فكان بالنسبة للوحشي الموضوع سهل قوي. وبالفعل راح وقتله. قتل حمزة بطريقة بشعة جدا، رماله سهم ودخل السهم فيه لحد ما وقع حمزة من رمية السهم دي. فراح وحش يعمل ايه؟ يغرس السهم بتاعه اكتر فاكتر لحد ما دخل في بطنه وخرج من بين رجليه. انت متخيل كمية الوحشية؟ ساعتها حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن شديد جدا على موت حمزة، وفرح وحشي فرح شديد جدا على حريته في نفس الوقت. واقول لك ايه بصراحه، المعركه دي كان فيها كميه بشاعه غير طبيعيه، يعني البشاعه ما كانتش من وحشي بس، يعني مثلا عندك نساء الكفار كانوا يروحوا يقطعوا مناخير وودان المسلمين المقتولين ويعملوا منهم سلاسل وحلقان للزينه. يعني انت شايف الوحشيه عامله ازاي؟ طبعا بدأ دين محمد صلى الله عليه وسلم ينتشر، وبدأ وحشي يخاف، وبالذات لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة. ساعتها كان بيفكر وحشي ان هو يهرب، بس لما هرب لقى برضه ان الدين الاسلامي وراه وانه انتشر في المكان اللي هو هرب فيه. ففي ناس قالت له ان محمد ما بيقتلش حد مسلم ابدا، يعني انت لو اسلمت وقلت الشهادة مستحيل محمد يجي يقتلك. فقرر وحشي انه يروح لسيدنا محمد ويأسلم. بس الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز حتى يبص في وشه، واول حاجه قالها له: هو انت ازاي قتلت حمزه؟ طبعا قال له وحش على، يعني قال رسول الله على كل حاجه اللي حصلت. وفي الاخر الرسول قال له ان هو مش عايز يشوفه تاني ابدا من بشاعة اللي عمله في حمزة. وبالفعل قعد وحش كل حياته كلها بيتجنب ان رسول الله يشوفه، ما بيخليش ابدا رسول الله يشوف وشه ابدا، لحد ما الرسول توفي صلى الله عليه وسلم. ولما الخلافة انتقلت لأبو بكر بدأ للأسف في ناس ترتد عن الإسلام وتروح مع مسيلمة الكذاب. فقرر بقى وحش ان هو يكفر عن كل ذنوبه ويقتل مسيلمة الكذاب. وبالفعل ضبط كل حاجة ورمى الرمح بتاعه ودخل في مسيلمة الكذاب بالظبط. ولكن حصلت حاجة غير متوقعة خالص، هو ان في واحد من الانصار واللي هو غالبا عبد الله اخو حبيب بن زيد ضرب مسيلمة بالسيف في نفس الوقت اللي وحشي ضرب فيه الرمح بتاعه. يعني الله اعلم مين اللي قتل مسيلمة الكذاب، بس هو حد من الاتنين لا محالة. ولو كان وحش هو اللي قتل مسيلمة الكذاب فكده هو يكون قتل احسن الناس وقتل اسوأ الناس. بس كده خلصت الحدوتة.